شاف المر في أيامه، عدت لياليه كنسيف بيشق رقبته قدامه. الدنيا معندها العكس السير، بينزل على شغله فبيلاقي مليون مشكلة قامت طلعاله. كان حلمه يكمل ويفوز ويحقق إنجاز في حياته، كان بيفحت في الدنيا بإيده من أجل إنه يأمن قوته، يأمن يومه ومستقبل صعب ومحتاج سعي رجولة. عارف إن الدنيا دي صعبة والناجح فيها طريقه أصعب، كان بشقى وبعزم ما فيه. بس الشيء الصعب وبالذات إن الأرزاق قافلة له بابها، كل ما يفتح باب للرزق يتسنقر بابه ويتدغدغ، ما يكملش في شغلانة للآخر، يعمل مشروع يفشل برضك، يتداين بفلوس بالكوم فيسافر ويهرب يتغرب، وما يسافر فبيتفاجئ مش راضية السفرية دي تظبط. نابوا من الشوك تجريحه، زادوا من القسوة عيلتها، رافضة الأحزان تخرج منه وتلاحقه كل ما يبعدها. ركب البحر وقال هيسافر بحري المرة دي مش بري، قام عم الموج قلب المركب، رجع المحروس عايم إلى بره. وأما فاق من دي الغيبوبة قال أنا همشي حرام أحسن لي. فكر بالزور إن حلاله مش راضي يجيله فقام سايبه، راح للسكة الوحشة وكمل. فتحت وياه الشغلانة أبوابها، والرزق شمال مليان في جيوبه، والمال عمال بيزيد في دولابه. بعدها قام عامل حادثة وصرف اللي معاه كي يشفي جروحه، ورجع تاني إلى الصفر غرقان في موج الدنيا. مش راضية الأيام تضحك له، وبقى بيشرب من المر الآخرة. أصحابه الحقيقيين فرقوه، وأصحابه الوحشين جوروه. هذا الإنسان ولحد الآن بيعيش أصعب أيامه. السر في سطرين ولا أكتر، توفت أمه غضبانة عليه، وأبوه ماهوش راضي يسامحه. من لعنة دي الأيام لما تكون القاسي على أمك، ولحد ما تموت من ذلك. البحر ماهوش راضي بوجودك وما دخلت في درجك منه، والأرض معيش حباك تمشي وكل ما تروح فيها بترجع، والناس الحلوة معيش عايزاك وكأنك منكر في حياتهم. كل الأبواب قدامك اتقفلت، حتى الأرزاق حلفت فرقك. القلب الجاحد كان أنت، واللي جابتك الدنيا أذتها. فاكر الأيام هتصاحبك، ولا الرزق هيجي في صفك، ولا الفرح هيسند ظهرك؟ انت قسيت على أجمل واحدة بإيديها توديك الجنة وبإيديها توديك النار. انت بنيت للجرح بيوت، وأما الجرح استغرب فعلك زدت الجرح كما الجبروت. انت بنيت للحزن قصور، وأما الحزن ترجاك ترجع سقط لعند وزدت فجور. انت بنيت لأذاك 100 دور، انت جرحت أميرة الأرض وملكة جنتك المفروض. مين يشفع لك بالذمة لما تكون القاسي على أمك؟ طب ما طبيعي الدنيا تسلك، طب ما طبيعي الأيام تمن تعتبرك عدو وتقتل حلوك. خدها صريحة وبقولها لك، لو رحت الناس مش عارفاك وحكيت كل اللي بيحصل لك من غير ما هيعرفوا ايه حالتك، هيقولوا لك كلمة وحيدة: ربنا يا ابني غضبان عنك. هيقولوا لك شوف ايه اللي عملته في عمرك خلى الله مش راضي بأمرك، والسر للناس مش عارفاه. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، وهتفضل تايه في الدايرة كمريض راقد في المستشفى، حالته كل مدى بتسوء.